السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا وسهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تدريبات درس مصر في عصري البطالمة والرومان، صفحة 80 إلى صفحة 83. تدريبات الدرس كله يا شباب، ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. ونقول بسم الله. السؤال الأول صح، هنا بيقول لك أكمل العبارات الآتية. كان نظام الحكم البطلمي في مصر نظاما، هتقول له ملكيا مطلقا. تحولت مصر في عهد الإسكندر الأكبر إلى أكبر مصدر لإنتاج القمح في العالم القديم. قام الإسكندر الأكبر بزيارة معبد آمون في واحد سيوة. اهتم الرومان في مصر بصناعة ورق البردي والزيوت. استكمل بناء مدينة الإسكندرية بعد وفاة الإسكندر القائد، هتقوله بطليموس الأول. لم يكن للمصريون دور في حكم بلدهم في عصري، هتقول البطالمة والرومان. الملكة كليوباترا هي آخر ملوك الدولة البطلمية اللي هي دولة البطالمة. أحد الآثار اللي تركها الرومان في مصر، هتقول المسرح الروماني ومعبد رأس السوداء. يبقى دي آثار رومانية موجودة في مصر، المسرح الروماني ومعبد رأس السوداء. اختر، بيقولك هنا صح وخطأ. استمر حكم الإسكندر وخلفائه حوالي قرنين ونصف من الزمان، هتقوله طبعا خطأ، ده هما 3 قرون. استطاع المصريون أن يحكموا بلدهم أثناء وجود البطالمة؟ لا طبعا يا شباب، ده كانوا بيعانوا من الظلم. قام الرومان بإنشاء منارة الإسكندرية، هتقوله خطأ. ازدهرت الأنشطة الاقتصادية في مصر أثناء الحكم البطلمي، صح. خضعت مصر لإشراف الإمبراطور الروماني بشكل مباشر، صح. أدى ظهور المسيحية إلى زيادة الاضطهاد الروماني للمصريين، صح. كان حكم البطالمة قائما على أساس الحرية للمصريين، هتقوله خطأ. رحب المصريون بالفتح العربي الإسلامي لمصر، هتقوله صح. اهتم الرومان بصناعة ورق البردي والزيوت والأدوية، صح. اختر يا بطل. بيقولك زار الإسكندر معبد آمون الموجود في واحد سيوة. كان حكم بطليموس الأول لمصر بداية للعصر البطلمي. كان البطالمة بيحكمون مصر حكما، هتقوله مطلقا. الملكة كليوباترا السبعة آخر ملوك البطالمة. صوب ما تحته خط. ضعفت دولة البطالمة بعد حكم، هتقوله بطليموس الثالث. الملكة كليوباترا السبعة دي كانت آخر ملوك دولة البطالمة. زار الإسكندر الأكبر معبد الإله آمون بواحد سيوة. احتلت الإسكندرية المركز الثاني ثقافيا في العصر الروماني. حلينا صفحة 80 يا شباب، ننتقل لصفحة 81. يلا يا ابطال يلا بينا. لمن تنسب الأعمال الآتية. قام بزيارة معبد آمون، هتقول له الإسكندر الأكبر. مؤسس الدولة البطلمية، هتقول له بطليموس الأول. آخر ملوك دولة البطالمة في مصر وهزمت في معركة أكتيوم البحرية، هتقول له الملكة كليوباترا السبعة. بيقول لك هنا السؤال السادس. رتب لي يا بطل الأحداث التاريخية من الأقدم للأحدث. أول حاجة هتقول له وفاة الإسكندر الأكبر. تاني حاجة بناء مدينة الإسكندرية. تالت حاجة هتقول له تولية كليوباترا السبعة الحكم. رابع حاجة معركة أكتيوم البحرية. نيجي ليه السؤال السابع. بيقول لك قارن بين العصر البطالمة وعصر الرومان. أسباب السقوط ومظاهر الحياة الاقتصادية. عصر البطالمة هتقول له ثورات. أسباب سقوطها هتقول له ثورات الشعب المصري ضدهم وتدخل روما في شؤون مصر. يبقى اللي خلى عصر البطالمة يسقط، هتقول له إن الشعب المصري عمل ثورة ضدهم، وكمان روما اتدخلت في شؤون مصر، وكانت دي من ضمن الأسباب اللي أدت لسقوط عصر البطالمة. طيب مظاهر الحياة الاقتصادية في عصر البطالمة، هتقول إن هم أنشأوا جيش وأسطول قوي واهتموا بالزراعة والصناعة. يبقى إن هم أنشأوا أسطولا وجيشا قويا واهتموا بالزراعة والصناعة. عصر الرومان. أسباب السقوط هتقول عانى المصريون من حكم الرومان بعد ظهور المسيحية، وأقبل المصريون على اعتناقها. مظاهر الحياة الاقتصادية هتقول له اهتموا بالتجارة واهتموا بكثير من الصناعات. اهتموا بالتجارة واهتموا بكثير من ايه؟ من الصناعات. يلا يا بطل بما تفسر. رغبة الإسكندر في السيطرة على مصر. ليه الإسكندر الأكبر كان عايز يسيطر على مصر؟ هتقول له لتوسيع إمبراطوريته، وكمان لضمان تأمين الغذاء لجيشه. طيب تخطيط الإسكندر الأكبر لبناء مدينة الإسكندرية، هتقول له تكون عاصمة للبلاد. سقوط دولة البطالمة في مصر، هتقول له بسبب ثورات الشعب المصري ضدهم وتدخل الرومان في شؤون مصر.
يبقى دولة البطالمة سقطت ليه؟ ما احنا لسه قايلين اهو، بسبب ثورات الشعب المصري ضدهم وتدخل الرومان في شؤون مصر. اقبال المصريون على اعتناق الديانة المسيحية، ليه المصريون بدأوا يقبلوا على انهم يعتنقوا الديانة المسيحية؟ هتقول له بسبب معاناتهم من ظلم حكم الروم، وبسبب كمان تعاليم الديانة المسيحية السامحة. سقوط دولة الرومان في مصر، هتقول له بسبب اضطهاد الرومان للمصريون، وكذلك رحب المصريون بالفتح العربي الإسلامي. ترحيب المصريين بالفتح العربي الإسلامي، ليه المصريين رحبوا بالفتح العربي الإسلامي؟ هتقول له للتخلص من حكم الروم. للتخلص من حكم مين؟ للتخلص من حكم الروم. يلا يا بطل، السؤال التاسع، اكتب النتائج اللي ترتبت على هزيمة الملكة كليوباترا السبعة. هتقول له تحولت مصر من دولة بطلمية، لأن هي كانت آخر ملوك الدولة البطلمية، فمن خلالها لما هي اتهزمت في معركة أكتيوم البحرية فتحولت مصر من دولة بطلمية لولاية رومانية. الإسكندر الأكبر، هتقول له النتائج اللي ترتبت عليه، أصبحت مصر دولة بطلمية. أصبحت مصر دولة بطلمية. ايه النتائج اللي ترتبت يا شباب على إقبال المصريين على اعتناق الديانة المسيحية؟ لما المصريين بدأوا يعتنقوا الديانة المسيحية، ايه النتائج اللي ترتبت عليها؟ هتقول له أدى إلى زيادة الاضطهاد الروماني للمصريين. أدى إلى زيادة الاضطهاد الروماني للمصريين. على صحة العبارة، اهتمام البطالمة بالزراعة في مصر، اثبت لي ان البطالمة اهتموا بالزراعة في مصر. هتقول له ادخلوا محاصيل زراعية جديدة زي العنب وآلات جديدة زي السقية، وقاموا بحفر الترع والقنوات. يبقى البطالمة اهتموا بالزراعة في مصر ازاي؟ هتقول له ادخلوا محاصيل جديدة مثل العنب وآلات جديدة مثل السقية، وقاموا بحفر الترع والقنوات. اهتمام البطالمة بالتجارة في مصر، اثبت لي ان هم اهتموا بالتجارة. هتقول له انشأوا منارة الاسكندرية لإرشاد السفن في البحر. حاول الإسكندر الأكبر التقرب من المصريين. هتقول له أظهر احترامه للديانة المصرية وزار معبد الإله آمون في واحد سيوة. طيب، زاد اهتمام البطالمة بالعلوم الثقافية في مصر، اثبت لي ان البطالمة كانوا بيهتموا بالثقافة والعلوم وكده. هتقول له بنوا جامعة الاسكندرية وكمان مكتبة الاسكندرية اللي ضمت الكثير من الكتب. يبقى عملوا ايه؟ بنوا جامعة اسكندرية وبنوا مكتبة اسكندرية. أجب عن السؤالين. ماذا كان يحدث لو لم يقدم الإسكندر الأكبر الاحترام للديانة المصرية؟ ما كانش هيرحب بيه. لم يتقبل المصريين حكمه لمصر. لو هو ما كانش يهتم بالاحترام للديانة المصرية لم يتقبل المصريين حكمه لمصر. وضح مظاهر استغلال الرومان لمصر من الناحية الاقتصادية. هتقول له اعتبر الرومان مصر مزرعة للقمح، لذلك اهتموا بزيادة زراعته لتزويد روما به. حنا صفحة 81، ننتقل لصفحة 82. بيقول لك هنا يا بطل أمامك خريطة صماء، اكتب ما تدل عليه. بيقول لك رقم 1 بيشير لعاصمة مصر في عصر دولة البطالمة. 1 هنا اللي هي الاسكندرية فوق اهي. طيب بيقول لك 1 بيوجد بها معبد الإله آمون، 1 سيوة. طيب بيقول لك هنا أكمل، بيقول لك بيرجع معبد رأس السوداء في مصر إلى العصر الروماني. ما احنا قلنا العصر الروماني الآثار الموجودة فيه ايه اللي في مصر؟ عندنا معبد الرأس السوداء وكمان المسرح الروماني. طيب رحب المصريون بالفتح لمصر، تقول له الفتح العربي الإسلامي سنة 641. انتهى عصر البطالمة في مصر بهزيمة مين؟ هتقول له الملكة كليوباترا السبعة في معركة أكتيوم البحرية. بكده انتهى عصر البطالمة وجه الرومان بقى وراه. طيب صح وخطأ عن المصريين من ظلم البطالمة والرومان. هتقول له صح. أراد الإسكندر الأكبر أن تكون الإسكندرية عاصمة لمصر. أيوة صح، وكان عايز ينشئ الإسكندرية عشان تكون عاصمة لمصر. أنشأ الرومان معبد رأس السوداء في محافظة القاهرة. هتقول له خطأ، ده في محافظة اسكندرية. طيب انتصرت الملكة كليوباترا السبعة في معركة أكتيوم البحرية. هتقول له عام 31. هتقول له لا، ده هزمت، يبقى خطأ. بيقول لك هنا قامت كليوباترا بتأسيس دولة البطالمة. هتقول له خطأ. طب هنا يا بطل بيقول لك اختر الإجابة. شيدت مكتبة الإسكندرية في عصر مين؟ هتقول له البطالمة. ما هم البطالمة أنشأوا إيه؟ أنشأوا مكتبة اسكندرية وجامعة اسكندرية. نركز مع بعض شوية يا شباب، دول البطالمة هم اللي عملوا كده. طيب أحد مظاهر الحياة الثقافية في أثناء الحكم الروماني، إيه هي مظاهر الحياة الثقافية؟ ما أنا قلت لك إيه؟ معبد رأس السوداء وكمان المسرح الروماني، دول كلها حاجات رومانية، آثار رومانية. طيب بنيت منارة الإسكندرية في عصر مين؟ الرومان يا حبايب، البطالمة. منارة الإسكندرية مع البطالمة، مع جامعة اسكندرية. مدينة مصرية اتخذها البطالمة عاصمة لهم اسكندرية. إحدى الآلات الزراعية اللي أدخلها البطالمة في مصر الساقية. كانت مصر أكبر مصدر لإنتاج القمح في العالم القديم. اسكندر الأكبر هو قائد يوناني
وحكم مصر 3 قرون يعني 300 سنة. يعتبر حكم بطليموس الأول لمصر بداية للعصر، هتقول له البطلمي. صوب ما تحته خط. كانت الملكة كليوباترا السبعة آخر ملوك مين؟ هتقول له البطالمة. شرع الإسكندر الأكبر في بناء مدينة، هتقول له الإسكندرية عشان تكون عاصمة للبلاد. آخر ملوك البطالمة في مصر كانت مين؟ هتقول له كليوباترا السبعة. زار اسكندرية زار الإسكندر الأكبر معبد الإله مين؟ هتقول له الإله آمون. بما تفسر يا شباب رحب المصريون بالفتح العربي الإسلامي. ليه المصريين رحبوا بالفتح العربي الإسلامي سنة 641؟ هتقول له بسبب اضطهاد الرومان لهم. كانوا الرومان بيعاملوا المصريين معاملة وحشة، وهم عشان كده رحبوا بالفتح العربي الإسلامي. هتقول له ليه؟ بسبب اضطهاد الرومان ليهم. طيب سقوط دولة البطالمة، هتقول له بسبب ثورات الشعب. يبقى سقطت دولة البطالمة، هتقول له بسبب ثورات الشعب ضدهم، وكمان بسبب تدخل روما في شؤون مصر. طيب رغبة الإسكندر الأكبر في السيطرة على مصر. ليه الإسكندر الأكبر كان عايز يسيطر على مصر؟ هتقول له لتوسيع إمبراطوريته وتأمين الغذاء لجيشه. طيب ايه النتائج اللي ترتبت على معركة اكتيوم البحرية؟ هتقول له هزيمة الملكة كليوباترا السبعة وأصبحت مصر ولاية رومانية. إقبال المصريين على اعتناق المسيحية. ايه النتائج اللي ترتبت على ان المصريين اعتنقوا المسيحية؟ تقول له ادى لاضطهاد الرومان ليهم، بقوا بيضطهدوهم. طيب هنا هم اصلا كانوا بيضطهدوهم قبل كده. طيب اكتب دليل واحد على صحة العبارة استغلال الرومان لموارد مصر. هتقول له بالفعل، حيث اعتبر الرومان مصر كأنها مزرعة للقمح وزودوا روما به. فضلوا يزرعوا قمح كتير جدا في مصر وياخدوه ويودوه روما. يبقى ايه؟ هما كده استغلوا مصر. اهتمام البطالمة بالزراعة. هتقوله بالفعل حفروا الترع والقنوات وادخلوا محاصيل جديدة وآلات جديدة زي الساقية. طيب حاول الإسكندر الأكبر التقرب من المصريين. اكتب لي دليل اثبت لي. هقول له قام بإظهار احترامه للديانة المصرية، وكمان زار معبد الإله آمون في واحد سيوة. خلاص يا حبايبي، حنا صفحة 82 ندخل صفحة 83 بقى. ايه اختياري؟ بيقول لك يرجع معبد رأس السوداء. ما انا قلت لك معبد رأس السوداء ومسرح الروماني في العصر الايه الروماني. قام البطالمة بإنشاء مين؟ منارة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية. أدخل البطالمة أدوات زراعية زي الساقية. ترتب على هزيمة البطالمة تحول مصر إلى ولاية رومانية. عقدت معاهدة سلام في القرن العشرين بين مصر ومين؟ بين مصر وإسرائيل. أكمل العبارات. اهتم البطالمة في مصر في بداية حكمهم بإنشاء جيش وأسطول قوي. تحولت مصر لولاية رومانية بعد هزيمة الملكة كليوباترا السبعة. طارد الهكسوس ومؤسس عصر الدولة الحديثة أحمس طبعا. مدينة بيوجد بها متحف بانوراما حرب أكتوبر، مدينة القاهرة. فسر تقدم الزراعة أثناء حكم البطالمة. الزراعة تقدمت ليه أثناء حكم البطالمة؟ هتقول له حفروا الترع والقنوات وأدخلوا العديد من المحاصيل الزراعية والآلات الجديدة زي الساقية كده يا حبايبي، وبذلك الزراعة تقدمت. طيب صح وخطأ. بطل الحرب والسلام وقائد حرب أكتوبر عام 1973 الرئيس الراحل محمد أنور السادات. صح. انهارت الدولة البطلمية نتيجة ضعف الملوك بعد بطليموس الأول. هتقول له خطأ. ده هي انهارت بعد طبعا سقوط وهزيمة الملكة كليوباترا السبعة اللي هي كانت مؤسسة اللي هي كانت آخر ملوك الدولة البطلمية. أصبحت الإسكندرية أكبر مركز تجاري في الشرق الأوسط في الشرق البحر المتوسط في عهد الرومان. صح. قارن بين الآثار في عصر البطالمة والرومان. طب البطالمة هتقولوا عندهم معبد إدفو ومنارة الإسكندرية ده في البطالمة. أما الرومان المسرح الروماني ومعبد رأس السوداء وحصن بابليون. كده حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. بالتوفيق والنجاح، مع السلامة.